الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وله الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. فتقوى الله تنال وينال العبد بها سعادة الدنيا والآخرة، فهي الطريق إلى الجنة، والجنة أعدت للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الله تبارك وتعالى يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. الله تبارك وتعالى ينجيهم من كل كرب ومن كل شدة، ويجعل لهم من كل ضيق فرجا، ويوسع لهم الأرزاق، ويبارك لهم في العمر وفي الذرية وفيما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. كل هذه الجوائز أيها الإخوة تترتب على التقوى. فما أحوج المؤمن إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحرص عليه. وما الطريق وكيف السبيل إليها؟ السبيل إليها أيها الإخوة ما بينه الله تبارك وتعالى من الأعمال ومن العبادات ومن العقائد والأخلاق التي يجب أن يلزمها المؤمن فينال بها التقوى. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فعرفنا أيها الإخوة من هذه الآيات الكريمات أن الله تبارك وتعالى يحث
عباده المؤمنين على الأعمال الصالحة التي تورثهم جنات الفردوس، والتي تورثهم التقوى في هذه الدنيا. وتزود بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، وهي الصلاة والخشوع والزكاة والإمساك والبعد عن اللغو. اللغو هو الكلام الباطل، الكلام الباطل الذي يمضي فيه الإنسان أحيانا الساعات والساعات، فهذا يمرض القلب ويقسي القلب وينسي الآخرة ويبعد العبد عن الله تبارك وتعالى ويجعله في غفلة. وأبعد الناس عن الله تبارك وتعالى صاحب القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والقلب يقسو بعدم ذكر الله تبارك وتعالى، بالكلام الباطل الذي ليس فيه ذكر، والذي ليس فيه خشوع، والذي ليس فيه تذكر للآخر. هذا يقسي القلب ويلين بذكر الله، تلاوة الكتاب، تسبيح، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الأحبة، الإيمان شرف عظيم. الإيمان عزة وشرف ورفعة. الإيمان يكفيه فضلا أيها الإخوة أن تنال به وأن تصاحب الملائكة، أن تكون صديقا للملائكة، ملائكة الرحمن الذين هم في عرش الرحمن، يحملون عرش الرحمن، وحول العرش يستغفرون له، يستغفرون للمؤمن، لا يستغفرون شخص آخر. لهم صلة بهذا العبد الموجود على الأرض وهم حول العرش، كما بين الله تبارك وتعالى وقص عليه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا ما يفعلون، يسبحون الله تبارك وتعالى، يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم عملهم الثاني أنهم يستغفرون للمؤمنين، يخافون على المؤمنين، همهم إخوانهم بالإيمان. أولئك ملائكة وأنت من البشر، من بني آدم، مخلوقون من نور وأنت مخلوق من طين. ما الذي جمع بينكم؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. يكفي ذلك شرفا الإيمان والمؤمن. ويستغفرون للذين آمنوا. انظروا إلى جمال كلامهم ودعائهم لهذا المؤمن. الله يدري، ويسير على الأرض وذكره في السماء. يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا ثناء دائما. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آداب الدعاء. إذا كنت تدعو الله تبارك وتعالى فقدم على ذلك الثناء أولا، ثم بعد ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعو يستجب لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة أيضا يعلمون ذلك، فهم يثنون على الله تبارك وتعالى وينادونه بالربوبية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت رحمتك كل شيء، وحاط علمك بكل شيء، أنت أعلم بكل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وهم دعاء في غاية الجمال، يدعونهم أولا بأن يغفر لهم ويغفر ذنوبهم ويغسلها عنهم
وينظفها عنهم، وبعد التنظيف يدخلهم الجنة. إذا دخلوا الجنة فلا تتم سعادتهم إلا بجمعهم مع آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ممن صلح منهم، من آمن وجمعهم الإيمان. ثم بعد ذلك يدعونهم ويدعون لهم بأن يقيموا السيئات، كل سوء يوم القيامة، كل كربة، كل شدة، ويدعوها بالسيئات، لأن السيئات هي التي تورث الكرب يوم القيامة. هذا شرف الإيمان أيها الإخوة، وهذه هي السعادة، وهذه هي التقوى، وهي رسالة المؤمن أيضا في كل عصر وفي كل آن. بل يكفي الإيمان شرفا، يكفيك أيها المؤمن أن يذكرك الأنبياء كما ذكرك الملائكة. قول نبي الله إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يطلب لك الله تبارك وتعالى يغفر لك. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام. أنت عارف الصلة، ما هو نسبك أيها المؤمن؟ ليس نسبك هذا الطين وهذه القبائل البشرية، جعلناكم شعوبا وقبائل، هذا من بني فلان وهذا من بني فلان وهذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني. هذه كلها لتعارف في هذه الدنيا أيها، ليست لها عند الله أي وزن، ليس لها أي قيمة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى الذين كانوا من جنس واحد ومن أب واحد إذا فرقهم الإيمان والتقوى يكونون أعداء يوم القيامة. ولكن المتقين ولو جاءوا من جميع الآفاق هؤلاء بينهم المودة والرحمة والصلة، وصلتهم لا تنقطع. هذا عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذه العلاقة، وهذا هو النسب الباقي، نسب الإيمان، نسب التقوى، نسب الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه وأن نعرفه وأن ندركه. ولذلك المؤمن هذا الصراع بين الإيمان وبين الكفر، بين الحق وبين الباطل، قديم الإنسان في هذه الأرض. فرعون دعا قومه وادعى أنه يهديهم إلى سبيل الرشاد. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكن يبرز من بين ذلك مؤمن، رجل مؤمن، وهو أيضا يقول: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ثم يبين ذلك، وهي التقوى والعمل الصالح. فلنتق الله أيها الإخوة، ونحرص على هذا الشرف العظيم الذي أعطانا الله تبارك وتعالى وأكرمنا به، وهو الكرم وهي الكرامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحبة، هذه الدنيا قصيرة وهي متاع، ويجب أن لا تشغلنا عن الهدف. ما هو الهدف؟ وإلى أين المسير؟ وما هو نهاية الطريق؟ نحن نسير إلى الآخرة أيها الإخوة، نحن في مسير. ليست هذه هي الدار، وليست هذا مكان الإقامة. الناس تعرف هذه الحقيقة، ولكن أعمالهم تختلف عن هذا العلم. كل يعرف أنه سيموت، ولكنه لا يعمل للموت. كلهم لا يعملون للموت. كل يعلم أنه مسير إلى الآخرة، ولكن قليل من يستعد لهذه الآخرة. أيها الإخوة، ذلك المؤمن من آل فرعون بين حقيقة الدنيا، ثم بين المصير ونهاية الطريق، وبين أيضا ما هو المؤهل لهذه الحياة الطيبة في الآخرة، عندما قال: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذه بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، إحداهما زائلة ثانية، والأخرى باقية للقرار الدائم. ثم بين كيف يتأهل الإنسان لذلك. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذا هو الإيمان والعمل الصالح. لما الله تبارك وتعالى أكرمنا ومنحنا الإيمان من غير أن نتكبد ذلك الطريق. الله تبارك وتعالى وخلقك مؤمنا وجعلك مسلما، فما علينا إلا أن نعمل بالعمل الصالح أيها الإخوة، ونجتهد لهذا التأهل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا على هذا البشير وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين.